لو حتى عمركم ما دخلتوا المطبخ قبل كده فهتعرفوا تعملوا الديزرت ده، عشان دي احلى كوكي كيك او كوكي بان ممكن تعملوها في حياتكم. بجد طعمها تحفه، وللناس بقى اللي بتحب الكوكيز تخيلوا كده كوكي كبيره تعوموا فيها. انا هستخدم الطاسه بتاعتي الصغنونه دي كانت مقاس 18، طبعا تقدروا تستخدموا اي طاسه تانية المهم تكون بتخش الفرن. وهسيح فيها 100 جرام من الزبده على نار هاديه لحد ما ياخد لون كده حلو، اهم حاجه ما يتحرقش، ياخد لون بس. هنقله بقى في بوله وهو سخن كده، هنزل عليه تلت كوبايه من السكر، واستخدمت سكر ابيض عادي على فكره، مش شرط سكر بني. بعد كده نزلت بيضايه وفانيليا طبعا عشان خاطر البيض، وقلبت برده لحد ما البيض اختفى. هنزود بقى كوبايه الا ربع من الدقيق، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر والبيكنج صودا، وممكن نحط بيكنج باودر بس، ورشه ملح صغيره. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي لحد ما يوصل للقوام ده. لو احتاج دقيق تاني ممكن تزودوا له. اخر حاجه بقى هنزودها وهي الشوكليت شيبس، ولو مش عندكم شوكليت شيبس ممكن تجيبوا بار شوكولاته وتقطعوه مكعبات صغيره. حطيت بقى العجينه في نفس الطاسه اللي كنا شغالين فيها من الاول، وهندخله بقى فرن سخن على درجه حراره 180 من تحت بس. هيقعد بالكتير قوي ربع ساعه، مجرد ما ياخد لون كده من على الحروف ممكن نشغل عليه الشوايه دقيقتين وبس كده. بطلعها بقى احط عليها ايس كريم واي شوكليت صوص عندي، وبجد يا جماعه كان طعمها تحفه، لازم تجربوها.